بتحسيك إن حلمك كبير لدرجة إنك مش عارف تبدأ من فين، كأنك مثلا عاوز توصل لقمة جبل، كل ما تبص لفوق بتحس إن هو صعب جدا وإنك مش هتقدر توصله. إحنا في الزمن ده بنحب الخطوات الكبيرة الناجحة والواضحة، لكن الحقيقة لكل نجاح عظيم كان وراه خطوات صغيرة محدش بيشوفها، بتكون هي سبب الوصول بعد ربنا للنجاح العظيم. كلامنا النهاردة مش عن الأهداف الكبيرة، كلامنا عن قوة وتأثير الخطوات الصغيرة، وإزاي خطوة بسيطة ممكن تكون أقرب خطوة لحلمك. عارف إيه اللي موقفك تبدأ؟ لأن عندك عقلية الكل أو لا شيء، يعني إما أعمل كل حاجة بيرفكت يا إما ما أعملش أي حاجة. كمان بتحس إن الخطوات الصغيرة مش كفاية أو مش هتفرق معاك، بس ده طبعا غلط وهيوصلك للإحباط. من النجاح مش هيجي من يوم وليلة، يعني المشكلة كمان إنك بتنبهر بالنجاحات الكبيرة عند غيرك، وده بيخليك تنسى إن في خطوات صغيرة لازم نعملها عشان نوصل للنجاح. وعشان تحقق حلمك لازم تبدأ بخطوة صغيرة، وده هيقلل الضغط كتير وهيخليك تكمل من غير ما طاقتك تخلص. وخلي بالك ان الخطوة دي هتبني ثقتك بنفسك وتخليك متحمس للخطوة اللي بعدها. ولازم دايما تستمر، خطوة صغيرة مع خطوة صغيرة تدينا نجاحات كبيرة جدا. كل نيل بيبدأ بخطوة وكل حلم بيبدأ بخطوة، فلو عاوز تنجح ابتدي خد الخطوة الصغيرة من دلوقتي. خليك دايما متفائل، خليك منور الدنيا. سلام.